أكتر حلا صيفي بارد وفريش ومنعش تشيز كيك المانجو ب3 طبقات غنية بنكهة المانجو. أكيد فيكن تعملوها بأي نكهة تاني. هالكيك معمول بدون إضافة أي نكهات اصطناعية، بس بمواد طبيعية وفريش وبطريقة بسيطة وسهلة وخطوات مش معقدة، وأنجح بكتير من التشيز كيك اللي بنشتريه من المحلات. ورح نبلش بعمله خطوة خطوة. بالنسبة للطبقة الأولى بدنا 100 جرام زبدة و50 جرام زيت جوز الهند و4 باكيتات أو 250 جرام بسكويت سادة. منفضل البسكويت كله بالفود بروسيسور وبدنا نطحنهم كتير منيح من دون إضافة أي زبدة بهالمرحلة ليصيروا مثل البودرة الناعمة أو مثل رمل البحر بهالطريقة. من بعدها رح نضيف 100 جرام زبدة بحرارة الغرفة، مش باردة ومش مدوبة لتحافظ على نكهتها، وبنضربهم كمان مرة تانية لحتى الزبدة تتخلط كتير منيح مع البسكويت. آخر شي رح ضيف زيت جوز الهند وأعملن آخر تحريكة وشوف قوام المزيج. إذا كان بينكبس وبنفس الوقت إذا ضغطت عليه بيفرط معناتها وصلت للقوام الصح ومش بحاجة لضيف أي شي. من بعدها بدي أدهن صينية التشيز كيك بالزبدة لحتى ما تلزق لما بدي حطها بالفريزر أو البراد. بدهنها كتير منيح من كل الأطراف ورح نزل عليها الخليط. فيكن تحطوا أي نوع بسكويت انتو بتحبوه أو بتفضلوا نكهته مع هالأكلة أو بسكويت فري شوجر. أنا حطيت البسكويت السادة العادي. بدي مد الخليط بشكل متساوي بقلب الصينية، وأفضل طريقة لحتى يكون مضغوط مظبوط أني أضغط عليه بأسفل كباية بالشكل الواضح قدامكم. وتأكد أنه الحروف كلها ما عليها بسكويت أعلى من مستوى البسكويت اللي بالصينية. ما تضغطوا عليه بقوة كبيرة ليضل محافظ على قوام رملة. وبس نخلص هالمرحلة بدنا نحطه بالفريزر لنبلش بالطبقة التانية. الطبقة التانية بدنا 400 جرام ويبينج كريم، 250 جرام أي نوع جبنة كريمي بتحبوها، حبة مانجو، معلقتين سكر بودرة، وظرفين جيلاتين، و60 جرام مي. لكل ظرف جيلاتين 5 جرام 30 جرام مي. بدنا نفضي الجيلاتين وندوبه بقلب المي ونتركه على جنب لنجهز باقي المكونات. إذا حطيتوا الجيلاتين قبل المي رح يعمل كتل ومش رح يدوب فيه. هلأ بدنا ننزل الجبنة الكريمية اللي عنا. بدي اخفقها كتير منيح لتمتزج مع بعضها ولحتى تصير كريمية ومظبوطة. من بعدها بدي حط السكر البودرة فوقها، وكمان بدي حط 3 طبقات من الفانيليا السائل. برجع بخفقن كتير منيح ليمتزجوا مع بعضن، ما يضل عندي أي كتل أبدا، والسكر يختلط كتير منيح مع الجبنة. وبتأكد أني شلت كل شي عن الحروف وكله داب مع بعضه. من بعدها بدي جيب الويبينج كريم وكمان اخفقه كتير منيح لحتى يجمد، لكن راعوا بخفق الويبينج كريم أنه ما تخفقوه زيادة عن اللزوم. بس تشوفوا أنه بلش يجمد ويعطينا قوام الكريمة وقفوا خفق. إذا زدتوا مدة الخفق رح يفصل ورح تخرب كل الكريمة وما بقى نقدر نستعملها بهالوصفة أبدا. لهيك راعوا كتير منيح أنه ينخفق مظبوط، لكن ما تجوروا عليه زيادة عن اللزوم. تخبركن أنه قياس الصينية اللي عم بستعملها أنا 30 سنتي. بعد ما نخلص خفق الكريمة بدنا نجيب المانجو ونقطعها لمربعات صغيرة، نقطعها بشكل طولي عن يمين وشمال الحبة. من بعدها بقطع قلب حبة المانجو بالطول وبالعرض وبشيلهم بالمعلقة
بهالطريقة بحصل على مربعات كتير مرتبة وشكلها حلو ومش مخبصة أبدا، لا أقدر حطها مع خليط الكريمة والتشيز. إضافة مكعبات المانجو لخليط الطبقة التانية من التشيز كيك مش بس رح يعطي منظر حلو، كمان رح يعزز نكهة المانجو بقلب الطبق بشكل رهيب. هلأ منجيب الجيلاتين، بدي حطه 30 ثانية بقلب الميكروويف لحتى يدوب الجيلاتين، لكن كل 10 ثواني بطلعه وبتأكد أنه خلطه منيح وبرجع برجعه لحتى يدوب على التمام. بس لاقيه داب بنزله فوق خليط الجبنة وبخلطه كتير منيح لحتى ما يبقى عندي أي كتل أبدا، وبنزل الكريمة بالتدريج، بحركها كتير منيح لحتى حرارة الجيلاتين ما تدوب الكريمة والارتفاع اللي أخدناه من الخفق يروح. وأكيد بدنا نضيف مكعبات المانجو اللي قطعناها ونخلط كتير منيح. آخر شي منضيف كل كمية الكريمة الباقية ومنحركها كتير منيح لتمتزج 100%. بعدها بدي طلع صينية التشيز كيك من الفريزر ومد الخليط فوقها وساويله وجهه لحتى يصير مزبوط كتير ومرتب وما في مناطق أعلى من مناطق. وبعدها بدي حطه بالبراد لمدة ما بتقل عن 3 ل4 ساعات لحتى يبرد كتير منيح ويجمد قبل ما أحط الطبقة الثالثة. خلوه ياخد وقته بالبراد وما تحطوا الطبقة الثالثة فوقه دغري. من بعدها بدي مسح الحروف كتير منيح ونضفهم لحتى بس حط الطبقة الثالثة أحصل على طبقات نظيفة ومرتبة، ما يكون عندي طبقات مختلطة ببعضها أو من برا التشيز كيك شكله مش مزبوط. بمسحه كتير منيح بورقة كلينكس وبتأكد أنه الحروف من جوا كمان نطفت وبحطه بالبراد. بالنسبة للطبقة الثالثة عندي حبة مانجو شلت قسم صغير منها لزين فيه وجه تشيز كيك، وعندي 30 جرام مي و5 جرام جيلاتين بحركن كتير مع بعضن. وبالهاند بلندر بدي اطحن المانجو ليصير بيوريه ودوب بعدها الجيلاتين وضيفه فوقه واخفق كتير منيح. أنا ما ضفت سكر لأنه ما بدي الحلا يكون كتير قوي، إذا بتحبوا فيكن تضيفوا سكر انتو عم تخفقوا المانجو. من بعدها بدي وزعه كتير منيح على وجه الصينية واتركه بالبراد لتاني يوم أو لوقت التقديم، بس مدي ما بتقل عن ساعتين. من بعدها بطلعه وبفكه على الهدا، بينفك بسرعة معي لأني دهنت الأطراف بالزبدة. بالنسبة للتزيين بدي اقطع قسم المانجو اللي شلته على جنب بالطول وبالميل وأقلبه لتاني جهة لحتى يبين بهالشكل، وبدي زينه كمان بالفستق الحلبي المبروش. فيكن تزينوا بأي نوع فواكه أو حتى إذا بدكم بلا زينة نهائيا لأنه الطبق ما بيحتاج للتكليف وزينة أكتر من الموجود فيه. ومن بعدها رح نقطع، وهيدا شكل الطبقات بعد التقطيع، غنية ومليانة نكهات ولونها بشهي. وأكيد قوام التشيز كيك مزبوط 100%، حتى البسكويت ما بيفرط انتو عم تاكلوه وبيطلع بالمعلقة. إذا عجبتكن الوصفة سيفوها لترجعولها لما بدكن تعملوها وشاركوها مع الناس اللي بتحبون، واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليوصلكم كل فيديو جديد. وهلأ رح أقلكم باي باي.